ما أعز من الولد إلا ولد الولد. هلا هون نحن لازم ننتبه على نقطة كتير معينة، إنه طريقتنا وتربيتنا لأطفالنا ممكن يكون إلها مؤثرات كتير خارجية بما فيهم دور الجد والجدة. خلينا نكون هون واضحين بإنه لو الأم والأب متفقين على روتين معين وعندهم نظام في حياتهم، هون هم ممكن يواجهوا بعض الصعوبات. أما لو الأم والأب ناس متساهلين عايشين حياتهم عادي، ما عندهم أي قوانين تمنعهم من أي شيء أو حاطين قوانين لأولادهم، هون الموضوع ما حيكون له أي تأثير لو أي حد تدخل من برا. في الحالة الأولانية لو نحن كأهل حاطين روتين لأولادنا ورحنا عند بيت الجد أو الجدة وكان في كسر لبعض هاي القوانين، كيف نحن هون لازم نتصرف؟ لنفترض إنه أنت مانعة ابنك من الحلويات، فلما راح عند بيت الجد والجدة قدموا له هاي الحلويات أو كان هذا الشيء المسموح فيه، أنت هون لازم تتصرفي بإنك أنت ما تحاولي إنك أنت تزعلي الجد والجدة، ما تحاولي إنك أنت تتعاملي بطريقة aggressive أو فيها angriness. لا، انت هون ممكن انك انت تحاولي انك تعطيه قطعه صغيره، انك انت تكوني جايبتي له معاكي بديل من البيت انه هم يقدروا يقدموا له اياه. لو كان هو الطفل هذا اصغر من 3 سنين انت ممكن تقدري انك انت تمنعيه، لو كان اكبر من 3 سنين انت لازم تكوني شوي فلكسبل بحيث انك انت ما تخسري علاقتك مع الاهل وما تخليه هو يخسر علاقته مع الجد والجده. دائما اسمحوا لاطفالكم ان هم يصنعوا الذكريات مع اهاليهم، دائما يصنعوا الاشياء اللي هي بتخليهم دائما يكون عندهم ميموريز لما يكبروا يفتكروها مع أجدادهم وجداتهم. هلا بنوصل لنقطة كتير مهمة، إنه من إيجابيات العيلة الكبيرة أو لما نروح عند بيت الأجداد في إيجابية كتير حلوة، إنه الأطفال هون بيكونوا معرضين لأنه هم يشوفوا نماذج اجتماعية مختلفة وإنه يتعلموا أشياء مختلفة بطرق مختلفة. لا تحسي بشعور إنك أنت دائما متضايقة أو متوترة، لا، أنت لو في أشياء كتير فروقات ما بين تربيتك وتربية الناس اللي أنت رايحتيهم، أنت حاولي إنك أنت تعملي regular visits بمواعيد محددة، إنك أنت تروحي لعندهم، فانت لا تكوني مضايقه الناس ولا الناس متضايقين من طريقتك. دائما خلي يكون في حل وسط وانك انت تكسبي، يعني كسب القلوب يلبى على جلب المنافع. هون انت لازم تنتبهي انك انت تحافظي على نفسك وعلى طفلك وعلى علاقتك الاجتماعيه بالناس اللي حواليك، وانك انت ما تزعليهم منك ولا يزعلوا من طفلك. وبالنهايه انا لازم اقول لك انه مهما كنتي انت بتحاولي انك انت تعملي كل اللي عليكي، لا تنسي انه الجد والجده لهم كثير تاثير ايجابي على الطفل، ممكن يعلموه المبادئ والأصول والكرم والتفهم والاحتواء والانتماء، ويخلوا عنده ذكريات كتير حلوة ترافقه معاه إلى ما لا نهاية، يعني لحد ما يوصل لسن كتير كبير ويقدر ينقلها من جينيريشن لجينيريشن. حابة أقول لكل أب وأم هاي المسؤولية قدامكم، مسؤولية صعبة، رب العالمين معكم إنه هو يساعدكم فيها لتوصلوا لأحسن نتيجة في تربية أطفالكم، إنكم توصلوا فيهم لبر الأمان. خليكم دائما معنا خطوة بخطوة لتوصلوا لأحسن نتيجة تكونوا أنتم راضيانين عنها، ونطلع نماذج المجتمع برضو يكون راضي عنها.